السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي أصدقائي أعزائي، نبدأ حديثنا إن شاء الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم في أمر جلل لأني بصدق النادي الأهلي في موقف لا يحسد عليه، موقف صعب جدا جدا جدا. الأهلي في موقف حرج، كإدارة، كلعيبة، كإدارة فنية، كجمهور، الكل في تذبذب، في انهيار أو شبه انهيار. الإدارة وعلى رأسها الكابتن محمود الخطيب حسسونا إحنا كجمهور إن في تخبط في الصفقات، في تخبط في القرارات اللي بتتخذ، في تخبط بين الإدارة الفنية والإدارة العامة اللي هي الكابتن خطيب ومجلس الإدارة. تحس إن مفيش تناغم بين المدير الفني والإدارة، بين المدير الفني واللعيبة مفيش ترابط ولا تناغم، مش فاهمين بعض. تحس إنهم مش فاهمين بعض. إزاي؟ ما تعرفش. دي إحساس وصل للجمهور إن كل واحد ماشي في اتجاه. المدير الفني بينزل ببعض اللعيبة، يعني تحس إنه كأنه بيعاند مع الناس، بيعاند مع الإدارة. طب أنا هنزل لكم الوحشين أضم ما بتجيبوليش اللي أنا عايزه، هلعب بيهم وهكرر اللعب بيهم وهكرر تاني وتالت. كأن يعني تحس إن هو ضد إرادة الإدارة وضد إرادة الجمهور. فإحنا يا جماعة المفروض نكون كتلة واحدة. النادي الأهلي كتلة واحدة، كلمة نادي تضم الإدارة والإدارة الفنية واللعيبة والجمهور، دي كلها اسمها المفروض تكون الأهلي كتلة واحدة. مفيش فرق بين الجمهور وبين اللعيبة وبين الإدارة الفنية والإدارة العامة. رجاء من الكابتن محمود الخطيب، رجاء أن يراجع نفسه. يبقى فيه يا جماعة بيانات تطلع توضح للناس اللي بيحصل. هل في صفقات ولا لا؟ هل زي ما قال كولر كده ما بيعرضوش عليا حاجة ولا لا؟ ما احنا مش عارفين. عايزين احنا كجمهور نرسى على بره، نعرف فيه ايه اللي بيحصل في المطبخ. احنا عاملين زي اللي ماشيين في طريق مظلم، طريق كله سواد. فبيجي لنا احساس ان الاهلي بيقع، الاهلي بيتهدم. فانا ما توصلوناش كده، ادونا بيانات دايما، قولوا لنا في ايه اللي بيتم، ايه اللي بيحصل، الاحداث اللي بيتم داخل النادي وفي المطبخ ايه. قولوا لنا، احنا شركاء، كلنا شركاء في النادي، مش الاداره بس. يعني على الاقل نعرف ايه اللي بيحصل، ايه اللي المطبخ بيتم، حتى نكون مطمئنين على فريقنا. انتوا عارفين ان النادي الاهلي ده هو يعني الهواء المتنفس الوحيد لجمهوره. شعب الاهلي متنفسه الوحيد هو فريقه. فارجوكم ارجوكم ارجوكم ما تجيبولناش انسداد في الشرايين وارتفاع في الضغط وانهباط في المعدة. الكلام ده كله يا ريت تفادونا منه. ارجوكم ارجوكم ارجوكم. احنا بنتكلم دلوقتي بهدوء، وبنرجوكم ان انتوا تقدموا لنا بيانات مستمرة بايه اللي بيحصل، فقط لا غير، حتى نطمئن عليكم وعلى اللعيبة وعلى النادي عموما، لاننا كلنا كتلة واحدة وهمنا واحد ونجاحنا واحد ان شاء الله. فمش عايزين اي تلكؤ في اي قرارات تتخذ، ونبئونا باللي بيحصل ايه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.